زوجتي هي ناشطة حقوقية بالأساس، ولكن عرفناها مؤخرا في زوز برامج. برجي الأسد واستنوني في ضمير. تأنيب الضمير من أصعب المراحل اللي يتعدى بها الفرد في حياته. الضمير هو الحاجة الوحيدة اللي ما ينجمش يحاربها الإنسان. السؤال هنا، هل غفران بينوس القوة والصراحة باش تواجه ضميرها؟ غفران بينوس، مرحبا. وبيك عايشك وميمون إن شاء الله من حسن إلى أحسن، ومبروك عليك البرنامج الجديد. عايشك غفران، مرحبا. إن شاء الله اليوم تخرج من البرنامج وانت ضميرك مرتاح، وباش تكون لك الجرأة الكافية انك تجاوب على أسئلتنا. ديما ضميري مرتاح أنا أميمون. قداش بنسبة قداش؟ على الأقل نقول 95%، خليها شوية كال 5% تاع الشك هذيك، ولكن الحمد لله ديما ضميري مرتاح ونرقد مرتاحة. قداش يحضر في حياتك الضمير؟ صوت الضمير قداش يكون حاضر؟ موجود برشا يعني الضمير موجود أكثر من لا ضمير، فهمت؟ ملي أنا صغيرة يعني هذه حاجة ما نجمتش ساعات نحب نتخلص منه ضميري، ساعات يقلقني. تحب تسكته؟ أي ساعات نحب نسكته، نقولوا يزي راني فدتني تعبت منك دونك سيبني شوية. شو يقول لك؟ ديما يرجعني يقول لي لا ما حقكش لهنا، وديما يتبع فيا ديجا، هو ديما يحاول ما يخلينيش نغلط، وكان نغلط عاد ديك الطمه الكبرى يعني. المده الاخرى كان حاضر بكثره ولا؟ اي كان حاضر، ولكن بون المده الاخرى كان ناعم معايا، ما كانش قاسي. قال ياسر عليك القسوه، دونك كيفاش نكون انا والاخرون قاسيين عليك ياسر، دونك لا كان ناعم. اي باهي. غفران، انت من ناشطه حقوقيه للاعلام، توجهت للاعلام ودخلت دخله كبيره، دخله قويه من زوز برامج. البرنامج الاول ايميسيون امبوسيبل مع برهان بسيس ككرونيكوز، وما نتصورش حلقة تتعدى مرور الكرام مع غفران بينوس. كل حلقة لازم غفران تثير الجدل بتصريحات. هل هو بس معنى التصريحات اللي تقوم بهم ولا تقولهم متعمدة انك تثير الجدل، والا انت عفوية اكثر من اللازم لدرجة انك ما تحسبهاش غفران؟ ما نعرفش، انا مرة قريت مقولة يحكيوا فيهم على الناس اللي تفكر والناس اللي تبدي رأيها كما هو، والكل ديما يعتبروهم يثيروا الجدل. هو ماهوش صحيح يعني. انا كسوا في ايميسيون امبوسيبل والا في بلا مرة قاعدة نقول في افكاري، انا قاعده نقول في رايي انا اللي يلزمني انا واللي يشبه الفكر وراي برشا ناس اخرين. يعني انا عمري بالعمر ما كنت قلت تصريح قلته جوست باش نثير الجدل ولا باش الناس، بالعكس انا راني عكس الناس اللي تحب برشا هكا الاضواء والكل، ولكن انا مالوغوزمون تو اي حاجه نقولها ولا تثير الجدل، خاطر الموضوع ولا اعمق من انه انا قاعده نعطي في راي ولا حاجه، ولا هو مرتبط بشخصي يعني باسمي بصفه. غفران بينوس ترند. اي غفران بينوس اللي تقولوا مهما تقول يعني اي حاجه نقول مثلا ديجا طبيعي تحط تيتر وتخرج الناس كل يبدا يسبوك يقولوا لي لا ما تبيضش، ولا يحبوا يقولوا لي راي ما تبيضش والكل. غفران دونك اسمك انه يكون ترند يخدموا عليه العديد من الوجوه الاعلاميه سنوات، يخدم عليه باش يكون هو موجود في الساحه الاعلاميه، موجود في المشهد الاعلامي في المواقع التواصل الاجتماعي، لكن انت في مده قصيره تمكنت انك تكون موجوده في خلينا نقولوا في التوندونس، في الترند، في الاسم الاكثر متداول. السر الجرأة الاكثر من اللزوم، والا غفران على خاطرها موجوده يمكن في برنامج مسموع في اي اف ام مع برهان بسيس؟ فما دو فولي انا نشوف السبب يعني انه باش نكون موجوده اليوم متواجده بالطريقه هذه اليوم في الاعلام. الفولي الاولاني اللي هو السبونتانيتي نتاعي انا، يعني انا مراه عفويه، وتعرف انت العفويه ساعات برشا في مجتمع يركز برشا على انه يخبي برشا حاجات يعني في اليومي نتاعو وكذا، تعتبر حاجه خايبه شويه بالنسبه لهم هما، مش بالنسبه لي انا. الفولي الثاني بوتيتر لو بروفيل نتاعي ووجهي شعري كل حاجه جديده على المشهد الاعلامي، يعني ما استنسناش برشا يعني للاسف. يعني انا بون موضوع ما نحبش نحكي فيه، ولكن نحن لسنوات طويله يعني قعدنا معرضين كل احاديث اللون، نفس اللون نفس اللون نفس اللون نفس ستيل نفس الكوافور نفس كذا. دونك المره هذه جيت فما حاجه مختلفه شويه، دونك مختلفه ومزيانه. عايشك انت والله احلى، مش مجامله، انت مزيانه
والحقيقه انا بيرسونيلمون فرحانه اللي انت موجوده في الاعلام، على خاطر انا نامن اللي لازم نكونوا كلنا موجودين بالمحجبه، بسمراء البشره، بانا القمحيه السمراء، زاد انا بدي سمراء بالبيضه، ما احنا خلطه دونك من المجتمع لازم تكون زاده موجوده في الاعلام. غفران، نحن في الاعلام فما مبدا نمشيو بينا نزينوا شوي، نحاولوا زي احنا ما نعيشوش وحدنا غفران، نعيشوا مع مجتمع، نعيشوا مع ناس تجلدك، ناس تقف لك على الوحده. لهالدرجه غفران متمرده اللي انت ما عادش تقرا حساب الناس، ما يهمكش شنو يقول عليك، اللي يقول عليك باهي ولا الخايب انت ما يهمكش. وين جبتها القوه الشخصيه؟ والله انا مليانه صغيره كيكه، يعني انا حتى في المحيط نتاعي ما نشبهش يعني تقريبا للمحيط نتاعي، يعني حتى عائلتي يعني اللي جابوني والكل. وكان عندي صديق، انا قلت قبل، كان عندي صديق يقول لي حاجه، يقول لي غفران ما نجموش نحكيو على ثوره وانت ما عملت ثوره في بيت القعاد، يعني ما عملت ثوره مع امك وابوك وانتم قاعدين في بيت القعاد قاعدين في الصالون، وما تمردتش يعني على المحيط الصغير اي ما تمردتش يعني على على النمطيه والافكار السائده والافكار اللي حبوا يعني يزرقوها لك عائلتك حبيت ولا كرهت، باعتبارهم هم متاثرين يعني بالثقافه المجتمعيه، فهمت؟ علاش ما تكونش هذيك صحيحه غفران؟ هذيك المبادئ والاخلاق والقيم والحاجات اللي تربينا عليهم خذيتهم حسيتك ماكش قابله، خذيتهم وحللتهم والديك جمله لا افكارهم بمبادئهم. لا با دو تو، فما برشا افكار ومبادئ عند عائلتي واخلاق، اني ما نضرش غيري، اني ما نسبش، اني ما نهينش، اني ما نتنمرش، اني ما نسرقش، اني ما نختابش. هذوما حاجات ياسر مزيانه تعلمتهم من عائلتي، ولكن فما برشا حاجات يعني انا اللي نعتبرهم بون هما عطاوني، يعني انا كيما عطاوني البيبر وشربت الحليب عطاوني كيفاش نفكر واليات، كيفاش انا يكون عندي اليات النقد، واني كيفاش ناخذ حاجه وننقدها ونحللها ونحاول نخرج منها بريزولتا والكل، وهذا هو اللي صار. يعني انا تقريبا يعني لاني عندي ثوابت انا نحب نغيرها في المجتمع، ولا نضرب لهم الثوابت وكالقيم وكالكلام اللي ديما يقولوا فيه، وغفران بنوس خالف تعرف اللي ديما يقول لك اي شخص يجي يحب يقول فكره جديده، او انا حبيت ولا كرهت راني نمثل برشا تويتر، برشا ناس تشبه لي راه وبرشا ناس تفكر كيفي، وعلى فكره مراهمش غفران، مراهمش الناس اللي تشبه لك، مراهمش في التعاليق الناس اللي تكتب تقول غفران اي راك تمثلني غفران بكل تواضع، انت تشبه لي بكل تواضع، على خاطر الناس اللي تشبه لي ما عندهمش وقت باش يكتبوا دي كومونتير ويدخلوا في لي ريزو سوسيو يقعدوا. الناس اللي تشبه لي، اللي يقرا لي، يسافر، اللي قاعد يلوج في فرص، يعني ما عندوش وقت انه باش يقعد نهار كامل باش يسب غفران بنوس على شعرها وعلى الحبتين اللي عندها وعلى حنكها الكبار يعني يعني الناس اللي تشبه لي كبار حاجه باهيه الناس اللي تشبه لي ما عندهاش وقت باش تعمل الحاجات هذوما، خاطرني انا قبل ما كنتش عندي الوقت زاده اني باش ندخل وننقد ونسب الناس بنفس الطريقه اللي يسبوني فيها الناس، يعني الناس اللي قاعدين يسبوني اليوم. لقيت روحك بدنيا ونفسيا قادرة انك تتحمل كمية السب اللي قاعدة تجي الغفران بنوس راهي بكمية كبيرة. يعني اليوم حتى الناس اللي تتفرج علينا ادخل حط غفران بنوس واقرا التعليق اللي تجي تحت اسم كل تصريح حتى يكون عادي تحت اسم غفران بنوس. علاش هذا الكل يمكن الكره تجاه غفران بنوس نتصور يأثر عليك، يخليك تتحسس شويه وتتمس من داخل؟ صحيح، هو للامانه لي ريزو سوسيو ولي كومونتير كيما قلت لك قبيله بالنسبه لي انا ما همش غوبير نتاع محبه ونتاع كره الناس، برغم انا ياسر عندي تحفظات على المحبه والكره، ولكن هما يراو او ينتهجوا في اسهل طريقه انك باش تحكي بها مع عبد، انك تسبوا سهل السبان كلنا نجموا نسبوا اسهل حاجه، ولكن نقد والا انك تاخذ الفكره نتاعو وتبدا حجه بالحجه. انا قلت لهم امنيتي ندخل نشوف كومونتير وقت اللي كنت ندخل ونتفرج نسمع يعني نشوف لي كومونتير كوا والكل، كنت نبدا نقول نتمنى نلقى واحد جاوبني هكا والا نقدني قال لي ما حقناش وكذا وفسر لي يقول لي لا غفران لا، تلقى كان اللي يسبك في وجهك، اللي يسبك في اخلاقك، اللي يحط لك تصويره وانت بالبيكيني في البحر ومن بعد حط لي تصويره بالبيكيني في البحر. نعم سلامة غفران، مرحبا هكا هنا ضميرك ديما معاك انا. مرحبا. احكي لها كيفاش عملوا حملة ترحيلك من تونس كي سندت أفارقة جنوب الصحراء. بختكوا حبوا يرحلوك تي عبيد صفحات. وفيت هو المشكل فيش معايا انا لي كومباني عليا بالحق ما نحب نعرف المأتة نتاعهم، يعني منين قاعدين جايين، خاطر دي باج سبونسوريزي ولا
يعني يخدموا عليك. اي يخدموا عليا. نحب هذايا ديما تدافع على علي سوبسايريان، على فرقه جنوب الصحراء، كيما هما باش يترحلوا غفران بينوس خاطرها ماهيش وطنيه وما هيش وباها وعليها وما تحبش تونس ويخلصوا فيها باش تجيبهم يستوطنوا في تونس وبرشا كلام واتهامات وفلوس ومبالغ خياليه ولا لا نعرف حتى كيفاش تدور غفران في الشارع عندي. انا كيفاش ندور معناها انا كي تحكي لي هكا الحقيقه انا كي جيت في بلاصتك نخاف، يعني كي نقرا صفحات فيسبوك وناس تكتب بالكم الكبير هذايا معناها من التعاليق وصفحات كما تحكي انت ماجوره، انا نتفجع معناها نحس روحي مانيش في امان كي ندور في الشارع. لي كومونتير وصلوا حتى يقولوا نخرجوها بالدم وما نقتلها كان انا وموتها باش يكون على يدي انا، وهذا الكل كنت نقراه وعائلتي كانوا يقراوا وعائلتي يتقلقوا اكثر. والله ما نكذبش يعني انا كان نقول لك راني ما تاثرتش بالحمله من قبل حتى ما تصير هذه الفازه، فهمت؟ من قبل يعني انا تقريبا لي 3 موا الاولانيين بالحق يعني تقلقت بالقداي، فهمت؟ تقلقت خاطر عائلتي تقلقوا بالاساس وكنت جيتك في البرنامج وحكينا فيه والكل، ولكن توا ما عادش نقرا لي كومونتير وهذا يعمل لي راحه نفسيه بصفه اوليه ونخرج في الشارع. اللي راه فيه في الفيسبوك ما راش فيه في الشارع الامانه، ما يحكي معك حد في الشارع، ما يحكي معايا حد، بالعكس شو يقولوا لك؟ تبارك الله عليك محليك جريئه ونحن نقصنا الجرأه ويزينا من الكذب ويزينا من النفاق الاجتماعي والعباد تبوسك والعباد تعنقك وكذا. ما ريتوش انا نفس والله الكلام اللي يقولوه ضيوف الكل يعني تقريبا اللي يجي يقول لك راني في الفيسبوك نوع وفي الشارع ما نوع. ريتوش انا بالحق نحب انا ديما نقولها اللي وراء اكران كنا نجمو نسبوا وراء اكران ونهدوا بالقتل ونعملوا باش نقدوا الكل، ومنيتي نفس الجرأة هذيك نلقاها يعني في الشارع. والله انا منيتي يجيني عبدي عاركني في الشارع. العناوين اللي موجوده في يافان ضر قاعده غفران بينوس اليوم ما نعرفش انا حتى تصاريحك غفران كي ترجع لهم ساعات تلقى معناها التصريح نوع والعنوان نوع اخر. بون صحيح على خاطر انا فات نعتبر العناوين هما لاباس تخلقوا وتنجم تصلح لي انت على مية كبيره قلت لك باش تعمل لي كوتشينغ لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك لا تبارك الله عليك. انه العناوين الهدف نتاعهم الاساسي انهم باش يخليوا الناس عندهم من الفضول انهم يدخلوا يمشيو يشوفوا الفيديو ويشوفوا الباساج كيفاش، فهمت؟ ولكن مع شعبنا الكريم فهمت ياخذوا ويل المصلين ياخذوا العنوان كما هو وما يتفرجوش فهمت. وابخي تو فيت الوسائل الاعلاميه من حقها انها تبيع ومن حقها انها يعني تقوم بهالعناوين هذوما والكل. هو فينالمون يعني يا تربح يا ما تربحش، يعني هما فينالمون هي صحيح من حقها، مي علاش مالا قصيت على الخدمه على خاطر العناوين؟ شكون قال لك لي انا قصيت على الخدمه على خاطر العناوين؟ انقطعت على الخدمه جمعه ولا جمعتين على خاطر العناوين. انا معاك. اي فاش ما فهمت السؤال، وين هو سؤال ولا قصيت على الخدمه على خاطر العناوين؟ قال لك لا لا قاعده نرتاح تو. انا ما قلت شيء انا قاعده نرتاح سي ضميري ضمير عايش قاعده معك. نرتاح قاعده نرتاح يا ضميري على خاطر من حقي اني نرتاح. ترتاح من شنو؟ وقتاش بديت يا غفران باش ترتاح؟ والله انا بديت اما بديت فيسا بديت بقوة فهمت دونك 5 تو نحب نرجع هكا شويه نوخر شويه ونفهم. تعمل شي مراجعات؟ بيان سور مش مراجعات بارابور للتصريحات نتاعي بتاتخ يمكن لازم نبدل استراتيجي شويه. كيفاش؟ والله توزن شويه حاول انك ترضي شويه الناس لا تخفف من حده لا جرأتك يمكن لا يمكن حتى بيني وما بين روحي ممكن نحب نلقى الفتلة على الاخر باش نحاول نرضي عائلتي مش نرضي الناس. يعني اليوم العائله هما اللي قالوا لك غفران لا ما قال لي حد قاعدين متقلقين من خدمتك ومن تصريحاتك ومن الجدل اللي تقوم به؟ والله شو انا وعائلتي ياسر مقربين لبعضنا فهمت. يعني انا عائلتي بالنسبه لي انا اول حاجه ومن بعد يجي العالم يعني بقيه العالم فهمت. دونك انا وصلت حسيت سارتان مومون اللي انا بعدت على عائلتي على خاطر ما نحبش نشوفهم متقلقين عليا. حسيت روحك ضريتهم في فترة ما ولا في ضريتهم معنويا معنويا من غير ما نقصد فهمت. دونك هذايا قلقني شويه. يعني انا حتى مؤخرا كان عندي عرس خويا والكل ما عايشك ميرسي
ما كنتش مرتاحه يعني في تواجدي معاهم والكل، برغم هما مساكن يقولوا لي سبا يعني احنا مانيش متقلقين، احنا علمناك تكون كلمتك حره وتقول لي، ولكن اسمعني نحن نعيشوا في حومه شعبيه وبابا نتريتي وامي في الدار وامي تخدم بلوتو يعني، ما امي تروح للحومه والكل، ولكن نتصورهم يتقلقوا، نتصورهم راهم يسمعوا كلام على خاطر انا امي هي العائله تتقلق اكثر أيه. من حتى الاشخاص المعروفين. ساعات الشخصيه المعروفه يكون متهيئ نفسيا أيه. مقابل انه باش يقبل الشكر كيما باش يقبل النقد. انا ما نقراش، انا كنت نقرا لي كومنتير وكنت نشوف صفحات، توا ما عادش لا نقرا لا نشوف. ما بالنسبه لي انا وليت انديفيرونت بالحق، ما يعنينيش رايهم، ما يعنينيش سبينهم، ما يعني لي حتى شيء. اما امي ما نجمش نقول لها ما تدخلش فيسبوك وهي مغرومه وبابا مغرومين بالفيسبوك. والله انا سمعت اللي انت لاباس عليك تبارك الله، تخدم في الراديو، تخدم في التلفزه، تخدم في زوز برامج معناها ناجحه، ماتينال مع برهان، بالاماره مع برهان كونت مليح. الحمد لله الحمد لله يا ربي، فهمت. اللهم انت لا عادي نخلصوا كالناس الكل عادي عادي. قداش نخلص؟ علاش احنا في تونس ما عندناش الجرأة؟ نجم نقول لك انا ما نخلصش برشا، نخلص عادي يعني. ما والله يسمعني انا بحسبك تخلص 10 ملايين 20 مليون 30 مليون. انا ساعه كان نخلص 10 ملايين ولا 20 مليون نضربهم الشهر الاول ونمشي نهزهم وتنمشي نعمل شين يوتيوب نعمل شين يوتيوب نفلح ونقول اللي نحب، فهمت، ونبدا في المالديف ولا نمشي هكا نمشي لبالي ولا حاجه. تربح 10 ملايين تعمل شين يوتيوب من توا وتنطلق. لا قصدي انا كان نخدم هكا شهاير، ناخذ 10 نخدم شهايرين 20 مليون، نهز روحي نمشي لبالي نتفرهد شويه وبعد نجي نحل شين يوتيوب وكا ندخل فيه اللي نحب. نجم من توا راك تبدا تعمل انستغرام على روحك، هاك تسمع لي انستغراموس قداش يخلصوا. ضحى العريبي قالت لك نخلص 20 مليون في الساعه. لا والله الحمله اللي صارت عليها برك الله. انا زاده مانيش ضدها، معناها تخدم على روحها ربي يرزقك. كانت والله كانت تقول لي تعلمني كيفاش نجم نجيبهم 20 مليون في الساعه. تعمل لايف. اي ذكيه هي، لا طفله ذكيه باينه فيها، طفله ذكيه راهو، ولازم هكا تنجم تجيري هكا المواقف والكل. بتات انا مازال ناقصني شويه كيكا باش نجم نعمل انستغرام، ومانيش مغرومه بهم انا الانستغرام والتيك توك. بتات انا نخمم في حاجه في الديجيتال، قاعده نخمم في حاجه في الديجيتال. انستغراموز عندك راي؟ لا انستغراموز صعيب انستغراموز. انا ما نحبش مثلا نقوم الصباح نقول لهم صباح خير شوفوني ايش نعمل ايش ما نعملش كذا. لا هو صحيح الفكره غلطه. لا فما دي كرياتور دو كونتوني، فما ناس قاعده تخدم تعمل خدمه مزيانه، مش كلهم بونجور على السلامه. كل الفكره النمطيه نعرف ونتبع وفما برشا نتبع فيهم والكل، ولكن بوتيتر مازلت ما نجمش نكون في الانستغرام بقدر نجم نكون نعمل يوتيوب، يعني تكون فما شين يوتيوب ولا لي بودكاست ولا حاجه. بوتيتر في تفكيري هذا نجم ننجح اكثر، فهمت. وعلى امل يجي انستغرامور ولا انستغراموز يجي يعلموني كوتشيوني بوتيتر، علاش لا نجم نعمل حاجه. في ميشن امبوسيبل شكون اقرب لك في الافكار؟ مراد الزغيدي ولا نجيب التزيري ولا برهان بسايس ولا سي زياد الهاني؟ سامح. والله اقرب لي في الفكر برهان بيسكو هو يعني الانيماتور، دونك ما يعطيش في اراء هو، فهمت. اقرب لي مراد اقرب لي. ايوه اقرب لي. يعني انت مصنفه روحك يساريه؟ اي نجم نكون كان يساريه تقدميه، نؤمن بالحقوق والحريات، وكل شخص حر في الحاجات اللي يعمل فيهم ويعمل اللي يحب ويخمم بالطريقه اللي يحب الفكر، خاطر ما تنجمش تشدو. هذيك بالنسبه لي انا اسمى وارقى درجات الانسانيه، انك تفكر. وهما اللي اليوم مشكلتهم الناس هذوما اللي منهم اللي يسبوا الكل يحبوا يصدروا لنا حريه التفكير، فهمت. وبالنسبه لي هما اي شخص يفكر هو قاعد يلوج يبحث على البوز، فهمت. خاطر هما يقبلوا بالمسلمات، عندهم حاجات يحبوا ياخذوها كما هي ويقعدوا عايشين فيهم، ويدخلوا فك الفتاليزم من بعد. شاءت الاقدار اننا هكذا ودرا شنو ونضطر ما صبتش، مش خاطر عندنا بروبليم ايكولوجيك وعندنا مشاكل وطايشوا حاشك في الزبل والمصانع والدنيا، لا، على خاطر غفران بينوس لابسه جوتميني، ولا على خاطر الاخرى ما نعرفش قالت فكره معينه ولا قلت لهم هيا اخدموا او ويزيكم انكم ماخذين صلاه الاستسقاء كسياسه الدوله. هما وراهم على فكره في حكايه هذيا راه متغشوا منها هما صلاه الاستسقاء مش متغش ضد زاد. هذه روحانيات، يعني هذه حاجه تنجم. مش قلت نجموا نتقربوا من الله. الدعاء راه موجود، انا ندعيو ربي باش ربي يطعمنا بالمطر. حلو
ماهيش حاجه خايبه ولا غلطه. جميل جدا. انا كان بحكيت بالكوتي روحانيات وكوتي قال الاخر ديني، وانك تقول تتعبد وتقرب من ربي وتطلب وربي يحبنا نطلبوه، حاجه باهيه على الاخر. كان الواد اتراكسيون ميسالش خلينا نجيبوا الطاقه الايجابيه جينا الحاجه الباهيه معاك، ولكن تولي قاعد ما عندك ما تعمل ضربه ضربتين خرجت لك وزاره شؤون دينيه تقول كان نعملوا صلاه استسقاء وجفاف ومعنا السدود ماهيش مليانه وغيرها والكل، وبنيين سياستنا الكل كان على صلاه الاستسقاء. السعوديه اللي هنا بحذنا والموضوع هذا عودته كررته 200,000 مره، اللي هي تقعدش عام باش تصب عليها المطر وهما يعملوا في صلاه الاستسقاء، ماهوش باش مش تصب عليه مش تصب المطر وهاكم اللي يحلي في الامارات تعمل في الاستمتار يعني مع العلم والدين يعطيك الصحه. تسعى ويمكن انت ما تعرفش تفسر، يمكن انت ما تعرفش توصل فكرتك، ممكن تقول كلمه ما تبدا مقتضبه هكا وما تخليش الناس تفهمك على قاعده. يعني انت ماكش ضد صلاه الاستسقاء وماكش ضد انك تكون عندك علاقه قريبه بربي، انك تدعيه، والدعاء هذه حاجه موجوده في ديننا ونتصور في الديانات السماويه ثلاثه، ولكن زاده انك انت زاده تستعمل العلم، وهذه حاجه حتى ربي قال عليها انك تسعى. وما فما زوج حاجات يا انا ما نعرفش نفسر يا هما مشكلتهم ما يحبوش يعملوا، هو خاطر قلت لهم يخدموا وين راه انا مشكل مع العمل ما نحبوش، نحن نحبوا نحن كيكه نعملوا كل شيء على ربي، هو ربي يقول لك عليك كيفاش يقولوا عليك بالحركه عليك بالحركه وانا عليا بالبركه، يعني يخدم اسعى انتج جيب فكره حاول تحققها كذا. هو مشكلته مع غفران بينوس مش غفران بينوس خاطر تقول قالت لهم شبيكم عاملين على صلاه الاستسقاء، لا خاطر غفران قالت لهم برا ويخدموا كيما الدول الاخرين قاعده تخدم وتلقى في تحاول تعبي الموارد المائيه والكل، هذيك مشكلتهم ومشكلتهم غفران بينوس قالوا لهم يخدموا مش حكايه الاستسقاء ولا علاقه بربي لا حد شيرب، على خاطر كان النفاق ونحن من اكثر الشعوب اللي يكفروا ربي، وانا بيرسونيلمون كفروا عليا ربي خاطرني قلت لهم سيدي بالحسن شخصيه عاديه، يعني باش تفهم يعني ما خير سيدنا بالحسن والا ربي يعني شكون ربي خير، اما لكن فما ناس مقدسات عند الناس مقدسات يكفر عليا ربي ما يكفروش عليك ربي خاطرني انا قلت هو شخصيه عاديه لا ما يكفروش عليك ربي يعني فضل من انت يا غفران باش تقول سيدي بالحسن شخصيه عاديه ما كنت انت تستفزفي لا ما نستفزش انت لازك تستفز علاش تمس توا انت غفران تحب تحكي افكارك وتحب تعبر على افكارك حاجات معناها انت شوف شي يبدل تو كيفاش تقول سيدي بالحسن شخصيه عاديه ولا شخصيه ما صارتش وخارقه والله شنو هذا موضوع تطرح وراو هاني قلت لك يا أميمة مشكلتنا ما نحبوش نخلقوا حوارات بناءة ونحكيو مثالش راو سيدنا بالحسن ماهوش مش بالقداسة الكبيرة هذه اللي نحكيو نحن رديناه مقدس بالطريقة هذه، والزوي والحكايات هذوما لعبوا في وقت من الأوقات أو أدوار سياسية. أنت حليت عليهم الكتاب؟ أي نقراو اسمع أنا مثلا نقرأ كتب وناخذ ارتيكل ونقرأ كتاب ونحكي، وأنا الحمد لله يا ربي نعتبر روحي عندي من القدرة إني باش نحلل وباش نعطي التقييم تاعي وباش نعطي الرؤيه نتاعي من حقي يا خويا وناقشني فيها، اما تكفر علي ربي عليه ناقشني راهو لهنا عملوا الشيء ونقيده. اوكي تنجم تقول لي انت كيفاش تمثلي من حاجه انا نعتبرها مقدسه وغيره، ولكن انك تسب ربي باش نصره للشخص هذاك هو انسان كيفه. امك توا تمشي للزاويه ولا لا انت بطلتها؟ انت اثرت عليها؟ مستبده وديكتاتوره لا بون مستبده وديكتاتوره ديسكوتي خاطر ما عمري ما قلت لي انا ديمقراطيه فيش طالب بالحريه والديمقراطيه والاختلاف لازمك تكون ديمقراطي. كي نحاول نهار باش نحكم في تونس ولا حاجه تكون ديكتاتوره ما علاش تنقد في قيس سعيد عاني حاولوا اليوم قيس سعيد تتهموه بالديكتاتوريه خاطر ديكتاتور ولا خاطر مستبد شنو نستنى باش دخلنا قلت قبل قلت نستنى باش دخلنا الحبوسات ولا دخلتها في الحبوسات وعندنا سجناء سياسيين وعندي صحابي فما ناس فرحانين اليوم هو باش يقضي على الفساد هو باش يحاسب اليوم وقت المحاسبه خلينا فرحانين باهي راهو يفرحوا خاطر باش يجي نهار حتى مش يدخلوا الحبوسات مش بينهم بالتشفي توا وتتشمت وخير وكذا باش يقضي يا اخي عليه سامحني عصام الشابي فاسد شيماء عيسى فاسده يحكي يعني على برشا وجوه سياسيه اليوم فاسدين يعني نضالهم وراهم وقت اللي كانوا هما يخرجوا يتكلموا قيس سعيد عمرنا ما سمعنا له حس
توا ولاو هذوكم هما فاسدين، يعني رانا كلنا نعرفوا. والناس هذوما اللي اليوم فرحانين ويصفقوا الكل خاطر هما فقدوا يعني شويه يعني من الثقه من في السياسيين وفي النخبه السياسيه وغيره والكل. واليوم الوضع الاقتصادي متردي وغيره بعض الوجوه السياسيه اللي حكمت اي بالطبيعه اي ونورمال وفي العالم الكل هذا يصير فهمتوا، ونحاسبوهم ومن اخطا يحاسب والكل. ولكن هل الخطابات الشعبويه هذه الضربه ضربتين يخرجوا لنا بها من السيد رئيس الجمهوريه وغيره والكل راهو ما عندهم مش توصلوا يعني في يوم من الايام باش انت ونجيب الجزيري شنو احوالك انت وياه؟ صحاب في الدنيا؟ والله نجيب الجزيري انسانيا شخص ممتاز يعني. فكريا لا مش فكريا، اختلفوا فكريا بيان سور. اي بيان سور يعني قمت انت حبيت تخرج من البلاتو. غفران انت غادرت البلاتو باش تعمل بوز ولا خاطرك من نفسها؟ والله هاني قلت لكم انا البوز هذايا راني اون بليس نكرهها الكلمه بجاه ربي وما نستعملهاش ماهيش مخذتهاش. معليش نعمل راك تعمل في البوز، علاش نعمل خروجك هذاك يعمل بوز. اليوم كي باش تحط غفران بينوس غادر برنامج خرجت على مبدا امبوسيبل بسبب نجيب الجزيري. خرجت على مبدا ماهيش تعمل فيه. بالنسبه لي خرجت على مبدا ما كنتش نجم نكمل وانا نسمع في حاجه ضد المبادئ نتاعي وضد الافكار نتاعي. انا بالنسبه لي انا سمعته كيما هو سمعته وناقشته، ولكن من بعد وقت تولي اتهامات اني عميله وغيره زيت اني باش نكمل نقعد في البلاتو. دونك انت غادرت على خاطر اتهمك انك انت عامله. ايوه الخاطر عندي ما نعمل حق وانت عندك ما تعمل حبيت تخرج سي با بروفيسيونيل غفران. الله غالب سي با بروفيسيونيل غادر بلاتو خاطر عندك ما تقول لي خاطر قال لك عميله وتغششت وما نجمتش تضبط نفسك نفهمك وطلب لي اعتذار ولا من بعد؟ ليه صديقي هو تمثيليه معناها البرة تو غاديك يسب يقول لك عميله ومن بعد ليه اسمعني هو صديقي راه هو بالاساس اسمع يعني في الاوف صديقي هو وهاني قلت لك راجل نحترمه برشا وعنده مبادئ وحقوقي الراجل والكل. اما كي قدام الميكرو يتحول اما خاطر يدافع على فكره معينه يعني ما نجمش نلومه سي ليجيتيم وهذيك تونس تهزنا الناس الكل. واضح غفران. نمشيو للفقره المواليه ومكملين معاكم مع غفران بينوس في الضمير. غفران، طفولتك كيفاش كانت؟ طفولة سعيدة؟ طفولة ذكرياتك عليها كيفاش؟ تبتسم تضحك ولا فما حاجة هكا توجع فيها؟ وفيت طفولتي هادئة برشا. أنا كنت طفلة ياسر عاقلة، كنت صغيرة ما نتكلمش يعني. أنا كنت بابا وأمي تقول لي كنت نقرصك باش نشوفك حياة ديما قالت لي في السقف وما تتكلمش ولا تقول جيعانة ولا تقول عندي بزوان ولا تقول حتى شيء. قالت لي ما تتكلمش، قالت لي نبداو نحبوا نسرقوا منك الكلمه. وحتى كي نمشي يعني كي كبرت شويه 4-5 سنين هكا 3 سنين مام والكل قالت لي تمشي لحاجه اخوها وحدك يعني لا تتكلم وما كنتش يعني عمرهم ما كانوا يتوقعوا كي البنيه الصغيره هذيك باش تطلع هكا لا متمرده تحكي ما تخافش. ما هما ومايمه ديما يقول لك سكوتي كان صغير كي يكبر ما عادش باش يسكت فهمت. دونك توا وليت ما نسكتش كاريمون فهمت. ديما نحكي ديما يعني وانا جوايوز يعني في طبعي وديما هكا عندي انرجي ونحب نحكي ونحب نضحك ونحب نفدلك ونحب نحكي مع الناس فهمت. قداش عندك خوات؟ 3 بنات ولاد. اي نحن زوز بنات وزولاد. زوز بنات عدل معناها عادلين حتى في الصغار عادلين. امي وبابا منظمين وعادلين. بنت بوك ولا بنت امك؟ بنتهم الزوز. فماش هذي بنتهم الزوز صحيح. اما ديما البنايه تكون قريبه بصفه كبيره لامها صاحبتها والا تكون دلولة بوها. هو حسب الفترات. كي كنت صغيره حدكش العمر 15 بابا كنت مرة كان بابا وبابا كان ياسر مدللني يعني كدلي لكني ما عادش فهمت. ابارتير من بديت هكا شويه بالادوليسون بدات امي تقرب. امي ذكيه برشا برغم برغم امي راه ماهيش قاريه مسكينه والكل، ولكن امي مرة ذكيه برشا عرفت كيفاش تاخوني وعرفت هكا كيفاش تسيسني والكل. وهذا ديما بمراقبه بابا يعني. وهو بابا ديجا عطى لامي كل شيء يعني عنده ثقه في امي والكل. تربيتنا الكل امي يعني هي اللي وقفت علينا. كانت مراهقه هادئه ولا كنت زاد المراهقه نتاعك صعيبه؟ مراهقتي زاد هادئه يعني. انا وقت اللي في المراهقه نتاعي انا لبست الحجاب
متحجبه كتصوير هذيك اللي قداش فيه عمري دور عمري كان في الفيسبوك اللي جبتوها لك يا اخي كانت في موجوده خاطرني انا عمري ما فسخت راني نتصور يعني انا بون فسخت جوست تصاور نتاع البحر قبل ما ندخل خاطر عرفتهم باش يستعملوهم فهمتوا الكل قلت بربي خليني نفسخهم نحتفظ بهم اللبس يا اخي فما شكون يا اخي ماك تعرف يا اخي ديما فما القواده وكل يصطادوا في الماء العكر والكل فهمت عاد كي هبطوا رجعتهم قلت هما فاقوا بهم وشافوهم الناس الكل فهمتوا واللي يسوى واللي ما يسواش تكلم هيك وانا فرحانه بهم تصور هذوك نرجع لك قلت لك لبست الحجاب انا في العمر 14 15 سنه صغيره برشا والله نقول لك حاجه نحب نحكي عليها مره التجربه هذيك انا ممكن نحب نكتب عليها ميم فهمت خاطر انا نتسمى وقتها صار لي كيما لافاج سيرفو على خاطر وقتها نتفرج فك الفيديوهات نتاع اختي احذري وكالفازات هذوك نتاع التوبه والكل وبديت نتفرج فيهم وبديت نتاثر فهمت وحتى الفكر نتاعي في الوقت هذاك كان شويه يعني ثقيل بارابور لعمري والكل فهمت وكنت مقتنعه في وقت من الاوقات مش حاجه غلطه معناها كي تقول لافاج سيرفو مش حاجه معناها راهي غلطه اي لازم تكون متحجبه على اسس صحيحه يمكن انت وقتها ماكش متبعه ناس توجهك للصحيح والا تخليك تمشي في الطريق الصحيح اللي يخليك تثبت والا على القرار هذا يعني انت خديته يمكن سوغ ان كو تيت عارفش نحكي لك انا وقت اللي شفت الفيديو اللي تفرجت فيهم هما الفيديو كلهم تطرف كلهم تطرف ما كانوا وقتها يخليوني كان هز روحي ونمشي لداعش وقتها نحكي لك الصدق ولكن الحمد لله يا ربي بعد كان قلت لك انا الحاجه ما ناخوش بمسلمه كيكه بعد نولي ناناليزي ونشوف اللي يصلح بيا واللي ما يصلحش بيا حتى لو وصلت لدرجه من الاعتدال وكنت فرحانه ومقتنعه بالفتره هذيك برغم ان لموني قال لك علاش دو 15 تقول انا مقتنعه ومتحجبه بقلب ورب هي وقتها ما تعرفش لا نعرف سامحني عندي عقل واعيه نفهم دونك كنت في وقت من الاوقات قريت بالكدا قران حفظت بالكدا قران والكل وتجربه كانت ممتازه وتاثيرها عليا حتى لتوا وانا توا غفران لي عمري 28 سنه دونك ونعتبرها التجربه هذيك من اهم التجارب اللي عديتهم في حياتي وتجربه يعديها تقريبا يعني 80% ساعه من سات توانسه ما نحبش نعطي ارقام هكاك ولكن 80% تحجبت. شنو هي اللي قعد من غفران متحجبه في غفران تاع توا؟ والله عرفتها الحلال وبين والحرام وبين يعني كان عملت الحلال راني هكا راني باقتناع وكان عملت الحرام راني قاعده نعمل فيه زاد ونعرف مثلا اللي هو غلط والا حاجه فهمت لا مش نعمل فيه انا ما نحسش روحي نعمل في الحرام الحق يعني ما نعملش في الحرام على خاطر هنا نجموا ندخلوا في ديسكوسيون شنو الحلال والحرام ولي انا لست مهيئه ولا مؤهله نتناقش معاك في الحلال والحرام صح انا بالنسبه لي فما حاجات معروفين اليوم الحلال والحرام هذوكم كلنا نعرفوهم وموجودين في القران ونتربوا عليهم من الصغر وفما حاجات الحقيقه ما نجمش انا نناقشك مانيش الشخص المناسب باش نناقشك ولا انت زادك هو راهو انا نكره هذه انه فما فئه معينه هي عندها الحصريه انها باش تعمل هي الاختصاص ولكن راهو اسمعني راهو الامور هذو تفهم اكثر منك متعمقه اكثر في متعمقه اكثر قران انا بدي نعتبر روحي عديت 4 سنوات قريت فيهم بالكدا وكذا بالنسبه لي انا نعرف الحلال وبين والحرام وبين من غير ما يجيني الشيخ ويقول لي راهو هذا حلال وهذا حرام نعرف انا الحلال والحرام اقوى عبد انت في العالم لا لست اقوى عبد في العالم تفهم في القران تفهم في شكون اذا راهو ما لازمناش نتبعوه اذا ما نتبعوهش مو لازم فما حاجات لازمك حاجه انت تكون مختصه فيها تفهم فيها وفما حاجات لا انا بالنسبه لي انا الحلال وبين والحرام وبين يعني انا اليوم عندي نعتبر روحي من القدره باش نمنع نفسي من حاجات نعمل انا نعتبر الحرام هو ايذاء الاخر الباقي اللي نعمله في روحي ما بالنسبه لي انا ما هوش حرام خاطر انا ربي نهار اخر مش حاسبني خاطرني فرهدت روحي شويه واضح فرهدت روحك شوي مانيش ندخل في التفاصيل بتاع التفرهيد هي التفرهيد انواع بالطبيعه مانيش ندخل في التفاصيل خلي هذه حريه شخصيه ليك انت غفران قلت لي عملت برشا ديزاكتيفيتي سبورتيف مثلا عملت فوت عملت فولي عملت هاند عملت باسكيت عملت اسكريم عملت ناتاسيون والحمد لله كنت فاشله فيهم الحمد لله والحمد لله مش نكذب ونقول راني نجحت فيهم فشلت فيهم الكل هاي مرة اضطرت فيهم الكل تقريبا يمكن واحد ولا زوج عمل يقدر ما طردنيش خليني نخرج بكرامتي سينو الكلهم طردوني الحق يعني كنت نذكر مرة في ماتش تاع فوت وكنت نلعب فوت ياسر نحب نشد الكرة بيدي فهمت دونك قال لي هات نحط الجارديان
ان فيت حطني دخلوا لي 7 بنطوات عظمه يعني 7 وقال لي ما عادش حب الرا منظرك بربي ما عادش تجي. فشلته. قلت له والله العظيم نجيك الحق يعني ما حبيت تعمل سبور وما نجمتش. انا لخاطر في عائله هكا سبورتيف سبورتيف. والكل وتبارك الله عليهم عائلتي بابا اربيتر نتاع باسكيت والكل واختي ما شاء الله تعمل دونك الجينات ما مشيتش. خويا يحب الفوت مشي يكور والكل. انا كنت نحب الغناء. عندك صوت؟ اي كي ترى غني لي شويه. بربي لا تقول للمغني غني. غني لي شويه. تبني معينيش باش نغني. ما نحبش نغني ما عادش تو سيك هاو. ما عندكش وكنت مريضة عندك مقربة. عرفتك اللي يقولوا الفنانين. صوتي مريض. صوتي مريض. ولا صوتي مريض بحق عندي شعر مريضة. وكنت نعمل فيولون وكنت ناجحة في اللي نعمل فيه هذايا ولكن بعد. قريت قراية تحبها؟ قراية نحبها لي. على خاطر انا من الاول حبيت انا عندي برشا احلام كنت صغيرة فهمت. حبيت نعمل من الاول حبيت نعمل دروا فهمت. من بعد ما ظهرت ليش في دروا عملت فرنسي لان بعد دروا حبيت نعمل بعدها قد يعني كان في القرايه فلسفه والا صحافه فهمت. هزني القدر اني نعمل فرنسي ما كملتش مشيت. ولكن في الاخير انت موجوده في عالم الصحافه والاعلام. انا تقريبا اللي حبيت عليه كل عملته الحمد لله. والحمد لله ومازال حاجات اخرين نحب نعملهم فهمت. اللي يسعى فهمت ويسكر وذنيه على تاني انا راني ما تربيتش في الريش وتعديت برشا صعوبات وتعبت برشا نفسانيا وصحيا وماليا في وقت من الاوقات والكل. ولكن انا كنت نعمل من ضعف قوه ونخرج ونقول اوكي انا سنين شنو نحب نعمل. انا سنين نحب نقرا ونحب نكمل ونحب نعمل وكذا والحمد لله يا ربي نجحتني باش نعملوا هذايا. ان شاء الله تزيد تنجح ان شاء الله يا رب وتوصل اللي تحب عليه غفران. مازالوا فما حاجات نحب نعملهم اكيد ومازالوا فما حاجات نحبوا نعدلوا فيهم حتى في شخصيتي حتى في التصرفات نتاعي في الكل. نحب مثلا نقص شويه من الاندفاع تاني مندفعه. دونك تستعرف. اي مندفعه. دونك باش ترزل روحك شويه. رزن ليه ترزل روحك معناها تقرا حساب الكلمه قبل ما تنطقها. لو روها في مخنا برشا مرات قبل ما نقولوها باش تمشي في بلاصتها. ممكن بالرغم راهو ريت نقول لك حاجه انا في جانب معين في الحكايه هذيا نحب نقول اللي نفكر فيه. انا ما نحبش نعمل المكياج ما نحبش نزين الحاجات نحب نقولهم كيما هما. ما نحبش نكذب وننافق باش جست تقولوا وما احلاها قداش ما متربيه قداش درا شنو. ولا نعرف روحي متربيه انا نعرف روحي متربيه نعرف روحي كيفاش انا عمري ما نتقبح في عبد اكبر مني والا نضر والا نسب كما قلت لك قبيله. بالنسبه لي انا التربيه هما حبوا يخلقوها في قالب انك لازمك تكون هكا شويه محافظ في كلامك والكل. ما لا ما نمشيو الفقره اللي بعدها. نمشيو واش خلينا مع مؤسسه الزواج. علاش الضحكه هذه غفران؟ بس واحد ما عادش يضحك في البلاد صفراويه شويه كأنك هكا وراها حكايه شنو؟ والله شوف مؤسسة الزواج حاجة صعيبة برشا ومسؤولية كبيرة برشا فهمت. اللي قد مؤسسة الزواج وقادر انه يتحمل المسؤولية نتاع مؤسسة الزواج باللي فيه الكل بالباهي بالخاي يتفضل فليتزوج. اللي ما ينجمش بربي لا تتزوج بربي. وكيفاش نعرفوا اللي ينجم ولا ما ينجمش؟ سامحني أميمة. تفضل سي الضمير. والله فدتني. انت على مؤسسة الزواج راي مش في العموم معناها. والله سارة هو ضميري يفسر لك انه قاعده نسال. ضميرك فيق برشا. لا ضميري خاطر يعرفني ساعات نهرب من تحبش تجاوب. ساعات انا مش نوع راي في مؤسسة الزواج. والله باهية مع ماذا بيك تتزوج؟ لا مش ماذا بيك. علاش؟ نسوا الماذا لا ما كل طفلة تحلم انها تدخل القفص الذهبي ما وتعرس وتلقى رجل احلامها، الرجل اللي باش تشارك مع حياتها، باش يكون لها السند ويكون بارتنير في حياتها. لازم الزواج يعني هذه سنة الله في خلقه. اي باهي انا من الحق انا الحمد لله لاقي السند اول سند هو مكتوب لي ولاقي السند نتاعي اللي هو توا قانون الكوني أنثى وذكر رجل ومرأة يعرسوا باش يجيبوا صغار باش تكون فما حياة استمرارية في الحياة. كي تقولي لازم بالزواج معناها نوليو هوني الدنيا تدخل بعضها شوية. لا انا مانيش ناوية نجيب صغار يعني. علاش؟ ما خممش نجيب صغار على الأقل توا فهمت. أنا الحق مانيش إيغويست.
انا نعتبر جبان الصغار ايجويزم، كان تجيب صغير في الفتره هذيا وفي الوقت هذايا وفي العالم الحيواني هذايا، العالم العنيف هذايا اللي ما عاد حد يقدر حد، الخيوبيه والتوكسيسيتي اللي موجوده اليوم في العالم. انا نعتبر روحي حرام عليا، حرام كاريمون، نحرم على روحي اني نجيب صغير. وعلاش ما تربيش انت صغيرك على الاخلاق والمبادئ والقيم والحاجات اللي انت تتمناهم يكونوا في صغار العالم الكل، ويكون هو يمكن بصغيرك انت بصغيري انا وبصغير ناس اخرين نحسنوا من الكاليتي كما تقول انت بتاع المجتمع. لما لا نستبنى، لما لا نستبنى، لخاطر نشوف في برشا صغار اليوم ناقصين فاقدي سند وما عندهمش شكون يتلهى بهم ويستناو في عبد يجيبوسهم ويقولوا لهم كلمه حلوه. انا اوليو نمشي نزيد نكدس للعالم نجيب الصغار، خليني نمشي نستبنى. ما عندكش غريزه الامومه؟ راهو تتخلق فينا هذه، كل امراه تتغرس فيها غريزه الامومه. مانيش ضد انك تتبنى صغير وتعطي حاجه، بالعكس باهيه. احساس الامومه كي نشوف قمر بنت صاحبتي كيف تتا وتبوسني وتعنقني وما نشوفهاش والكل نحس روحي امها. يعني معاك فما ام ساعات ما تجيبش وتربي وتحب تكون عندها هي بيدها. انا معاك تكون هي ام مش بيولوجيه ولكن ام تحبك هكا كأم. برافو شنو معناها هذا هو يعني مش لازم نجيب، مش لازم تجيب، ولكن انت عندك ربي خلق فينا احنا نساء غريزه الامومه. ديما نقولها، تلقاش انت وليد صغير يلعب بعروسه، تلقى ديما بنيه صغيره تلعب بعروسه وهي امها. معناها الامومه موجوده فينا. عمرك شريت وليد صغير يلعب بعروسه نقول لها انا ابوك يا بابا يا بابا يا بابا؟ ديما تلقى بنيه صغيره تلعب لي. دونك هذه حاجه مخلوقه فينا، مزروعه فينا. دونك تقول لي انا ما نحبش نجيب صغار، بهتني شويه. على الاقل تو ما نحبش نجيب صغار، يعني تنجم تتبدل. قول لي على الاقل تو. هاني قلت لك قبيله، انا قلت لك على الاقل تو. وكان بالنسبه لي انا تو ما تنجمش انت بطبيعتك تجيب صغيره لما تعرس. لا الموضوع هذا حكيت معاها، يعني حكيت فيه مع البارتنير نتاعي، مع صديقي يعني، فحكينا فيه حبيبي، حكينا فيه الموضوع هذا وهو راه مش موافقني في الموضوع جمله. يعني قال لي على الاقل نجيبوا صغير ونستبناو الثاني. قلت له ليه؟ ما بور لو مومون انا ما نحسش روحي حاضره اني نجيب انا صغير مني انا، لخاطرني مراش السبب يمكن في وقت من الاوقات راني انا كنت نخمم نحب نقول كان فما حاجه باش تخليني نعرس سي جوست بور افوار دي زونفون. هذا قبل كنت نقولوا انا. توا كي كبرت شويه وقت اللي وليت نمشي ونشوف الايتام ونزورهم ونشوفهم ونقعد معاهم والكل، تبدلت فكرتي الانجاب. قلت بالنسبه لي انا علاش نجيب؟ شو الدنيا بربي الوضع الاقتصادي المزيان الدنيا مي باغ كونطخ فما صغار اليوم ما لقاوش فرصه يستناو في فرصه انهم يعيشوا بالكدا. علاش انا ما نحاولش نحسن لهم الوضعيه نتاعهم في بلاصه نقعد نجيب في صغير اخر؟ فهمت؟ وكما قلت انت راهو الاحساس نتاع الامومه والله لو مربوط بالولاده وبالمخاض والكل. يعني هاني قلت لك انا ولاد صحابي نحسهم ولادي، والاولاد اللي نشوفهم في ليزاسواس نحسهم اولادي بالحق. والزواج غفران، الزواج ترى روحك لابسه روبه بيضاء هكا ومصدره ولا ريسبسيون وبحث اي ممكن شك الضحك. قول لي زاد هذه ما عندكش من؟ لا والله لا نرى روحي والله لا نرى روحي محنيه. شنو كي تعيش قصه حب انت كي تعيش قصه حب مع رجل شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك؟ والله باش نقول لك يا اميمه وخايتي، الوالده تحب نتزوج وباش ناخذلها بخاطرها. بالخاطر والله باش ناخذلها بخاطرها. غريبه الطفل. هاي توا هاني قاعده نعيش في قصه حب. دونك ستتزوج بالزواج ان شاء الله ان شاء الله. على الاقل الوالده ربحت فيك ثواب. كيف ربحت فيا ثواب؟ والله اسمعني انا راني نحب نتزوج بيه الحق، يعني نحب نتزوج بيه خاطر نحب نولي نعيش معاه. ما نجمش نعيش معاه. قلت انت مع المساكنه؟ قلت مع المساكنه. ما انت ماكش تطبق فيها. ما نجمش نطبقها خاطر امي اسمها منيره. علاش انت سامحني تقول على حاجه انت ما تطبقش فيها؟ لا وماكش مقتنعه بها وعائلتك رافضتها، جيت تدعو الناس انه يعملوها؟ لا انا عمري لا شجعته. مع المساكنه ما كنتش انا مع المساكنه انا مع المساكنه يا اخي القران يا اخي. انا شبيني يوسف الصديق انا خرجت قلت له برا وشي وعمل فما ناس تتاثر بكلامك انا ولا لا فما دي زادوليسون فما بنيات صغار اللي يسمعوه يصدقوه واللي يسمعوه ياخذوه مسلم. يعني ما عندوش مخ باش يميز بين الصحيح وبين الغلط. يعني انت ما تو بونس انه اليوم في 2023 في القرن 21 يستناو في غفران بنص يقولوا لهم برا وساكن؟ والله لو صحيح. انا الناس اللي نعرفهم كنت ساكن انا
الناس كلها نعرفهم متساكن، وحتى صحابي حتى صحابي اللي عرسوا انت لونتوراج حتى صحابي اللي عرسوا ساكن والله الكل هتساكن، واللي ما يساكنش يكري دار. انت شنو انت تسأل فيك عليك انت كالعادة المساكنة انت معاها ولا لا؟ يا عاد ما انا جاوبنا عليه. قلت لك مع، قلت لك انا مع، ولكن نزولا على رغبه الوالده تحبني نعرس بجاه ربي، انا ماذا بيا نساكن الله غير، ما امي تحبني ما نساكنش، ايش باش نعمل؟ انا الود ودي الحمد لله امها في حياتها، الود ودي تعداو للفقره المواليه. نوفى بالفقره الاخيره اللي هي علاقتك بالله سبحانه، كيفاش تراها، كيفاش تقيمها، ضميرك مرتاح كي ترقد انت اليوم؟ ديما الانسان المؤمن يجي المخ ويقول هل انا حاضر اليوم اني نقابل ربي، هل انا ضميري مرتاح قدام ربي والا لا؟ هذا كل يجي. انا علاقتي بربي علاقه قويه والحمد لله ونحسها، يعني علاقتي بربي هي علاقه خاصه بي انا، وانا تو مثلا العباد ديما يقولوا عليا لي انا ملحده ولي انا كذا كل شيء خليهم يقولوا، فهمت؟ ولكن انا علاقتي بربي، ربي يعرفني وانا نعرف ربي. يعني انا حتى الممارسات وحتى الطقوس اللي نعملهم انا باش نحس روحي مرتاحه وباش نحس روحي متقربه لربي نعمل فيهم والحمد لله، يعني حتى حد ما ينجم يزيد عليهم ونيش نقول عليهم شنو، فهمت؟ دونك علاقتي وانا ما نحرجكش خاطر نعرف اللي هذه انا نامن اللي علاقه الانسان بخالقه لازم تكون بريفي الحمد لله. انا عمري ما دعيت ربي، عمري توها عمري 28 سنه دعيت ربي باش نعمل حاجه ولا باش يعطيني حاجه ولا باش يقرب لي حاجه وربي ما استجابليش، وانا عايشه بقدره ربي، وانا الحمد لله يا ربي انا عامله وربي امتحني في صحتي وسيء بالنسبه لي. انا تسكرت البيبان قدامي ونشوف كان في الموت، شوف كان في الموت ومانيش باش نقوم منها المرضى هذيك والكل، وهاني توا مازلت عاود رجع ربي يمتحن فيا في صحتي، ومع هذايا نقول الحمد لله وراضيه باللي عطاهولي ربي، وفرحانه بعلاقتي بربي وفرحانه بعيشتي هكا، وانا متاكده حتى ربي فرحان بيا بعيشتي هذيا على خاطر سامبلومون يعرفني عمري لا ضريت وعمري ما تشمت وعمري ما سرقت وعمري ما حكيت على عباد بالخايب وعمري ما قطعت رزاق. انا هذا هو شعاري في الحياه، الباقي الكل اللي نعمل فيه تصاوري بالبيكيني ودرا شنو، انا متاكده ربي مش اصلا مش حاسبني عليهم ومش يغزر لهم، مش يغزر لنا ربي شنو نعمله مع الاخر، مع غيري، مع العبد الاخر او الانسان اللي خلقه ربي، فهمت؟ يحب يشوفني انا علاقتي بيه كيفاش باش تكون، اسكو بالحق انا خليفه الله في الارض، هل انا ظل الله في الارض، اسكو انا بالحق يعني اراده الله يعني اليوم في الارض، كيفاش نعامل عباده اللي خلقهم. شكرا لك انت وميرسي، وديما استدعاني هكا واحنا قاعده معك. ميرسي بوكو حبيبتي، ميرسي. عايش. احنا هكا كملنا حلقتنا مع غفران، شكرا مره اخرى، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى، صباح على خير.